أفكار وحيل منزلية لتسهيل حياتكم اليومية. أفكار بسيطة وسهلة وكتوفر علينا الوقت بزاف. فنبداو على بركة الله بأول حيلة. بالنسبة إلى عندكم طاوة فيها متراكمة بالدهون، شويتو فيها اللحم أو طيبتو فيها شي حاجة وفيها الدهون، كنديروا ليها الماء ديال شوفوا الماء الساخن، وكنديروا شويه ديال الخل، كنخليوه واحد 5 دقائق، وكتزول بسهوله مسحوق التنظيف طبيعه الحال. الفكره الثانيه هي ان الفكره الثانيه عندنا الساشيات وبلاستيكات مليوحين بزاف كيتلاحوا كيتزلعوا في الكوزينه ديالنا. فكناخذوا بواطه ولا سوبيره تكون شيطه لينا، كيكون عندنا بزاف ديال السوبيرات في الدار، وكنطويو البلاستيكات والساشيات لاننا كنحتاجوهم بزاف بلا ما نبقاو نخليوهم مليوحين ومزلعين، وهكا كوزينتنا كتجمع بسهوله الا نظمنا كل حاجه ببلاصتها. الساشيات وبلاستيكات عندهم عدة استعمالات، فنخبيهم هنايا باش نرجع لهم الوقت اللي بغينا ونلقاوهم تحت يدينا بسهولة جدا. الفكرة الموالية هي كنضيفوا مسحوق تنظيف الأواني أو غسل الأواني، كنديروا فيه شوية ديال قطرات الخل وكنخلطوه هكا، من بعد كنحطوه على جنب وكنغسلوا به الأواني. هنا عندي الكوطونتيش، إلا عندكم الكوطونتيش فهو عندهم عدة استعمالات. فهنا خديت هذا الفنجان هذا، كبيت فيه شوية ديال الماء، غادي نضيف عليه شويه ديال الخل كذلك كيف ما كتشوفوا معايا، سواء كان خل ابيض او الخل العادي. فغادي نغطس هاد الكوطونتيجه هادي، وغادي كنقيو بها الباب ديال الثلاجه، يعني هاد البلايص هادي اللي فيهم هاد الثنيات كيتنقاو بسهوله، وكنقيو بهم هاد البلاصه ديال الفران، ديال الباب ديال الفران اللي كيتفتح وكيتسد، كيبقاو لينا الاوساخ هنايا متراكمين. دائما نغطسوا الكوطونتيشه في الماء والخل ونبداو نقيو بسهوله، راه كتنقي الاوساخ وكتزول بسهوله، ومن بعد تقدروا تمسحوها وتولي البلاصه ديال الفران نقية ونضيفة. كنستمروا حتى كنتزول جميع الأوساخ، ومن بعد ندوزو للفكرة الموالية. إلا عندكم ثلاجات أو بالنسبة للثلاجة أنا وضعت لها الروايد بالفرانات، ياك عجلات صغارين بالفرانات، وعندي الطبلة أخرى، يعني جميع الطوابل اللي عندي أو الطاولات اللي عندي فعملت لهم عجلات صغارين باش يسهلوا عليا التنظيف بسهولة. وإلا عندكم خزانة الملابس بحال هذه كتزولوا لها الفرانات ديال العجلات كتدفعوها حتى كتشطبوا البلاصه ديال تحت منها وكترجعوها لبلاصتها بسهوله بدون تعب، هكا كتسهل علينا التنظيف. وإلا عندكم السرابت والأغطية ديال المخبوزات ديالنا، فكناخذوا هذا باش ما تكونش فيه ريحه الغموله. القرنفل كنوضعوا في ساشيه وكنوضعوا في الخزانه، وكنستف السربت اللي عندي والسربت ديال الخبز وكاع داكشي اللي كنحتاج من السربت
كنستفهم هنايا. وهاد الكموسه هذه ديال القرنفل كنوضعها هنايا باش ما تخليش القراديات او الرطوبه، او كتحافظ عليهم، كتخليهم محافظين فيهم رائحه مزيانه. فهذه اخر حيله. السلام عليكم.